اللي حصل يا سيدي ان كان في عندها 4 ابناء، اطفال يعني صغيرين كده، وعايشه هي وهم وجوزها. الاربعه دولت منهم 2 كانوا عندهم دور برد شديد، والدور البرد دوت كان مسبب لهم كحه وعطس وحاجات كتير طبعا، وما كانوش بيعرفوا يناموا. الام طبعا قامت جايه عامله لهم يعني الدواء الكحه بتاعهم عشان تديه لهم، فما كانوش بيحبوا ياخدوه. وعشان ياخدوه قامت ضايفه معاه الحليب اللي هو اللبن، حطت اللبن وعليه بتاع الدواء الكحه عشان خاطر ياخدوه. المهم طبعا الاربعه شربوا منه وناموا. بعد كده ابوهم جه، كان فاضل حبه لبن. طبعا هي مفكره بقى ان دواء الكحه ده ممكن لما تحطه على اللبن يبقى الدنيا حلوه ومفيد والكلام ده. فطبعا الاربعه ناموا وهي كمان دخلت عشان تنام. جوزها جه لقى هي يعني برضه في كوبايه كده محطوطه، هي كانت سايباها له على جنب عشان يشربها. المهم الراجل شرب منها ودخل عشان ينام. قام وهو حاسس بالظبط كده بوجع شديد في بطنه، دخل على الحمام على